معكم قناة قوة عقل وبدن. خليني نسولك واحد السؤال قبل ما نبدا. واش عمرك فقتي من نعاس وبغيتي غير توقف وحسيتي بالظهر ديالك شادك فيه الحريق، ويمكن كتجلس غير نص ساعه كتبدا تحس بظهرك ثقيل وكيعطيك الحريق من التحت؟ الا كان الجواب ديالك فراه انت ماشي بوحدك، راه بزاف ديال الناس في العصر الحالي كيعانيو من المشكل ديال الم اسفل الظهر. وهاد الاصابه هذه كتكون عند الرياضيين وعند اللي ماشي رياضيين، وهاد الالم هذا تنقصو بحركات بساطه ولا نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. علاش كيجي الم اسفل؟ كاين 4 ديال الاسباب. اول حاجه الجلس بزاف. اي واحد كيجلس بزاف راه ضروري الظهر ديالو كيبدا يضرب، وفي هذا العصر هذا بقوه ما كنخدموا جالسين ولا كنكونسوميو التليفون راه تيتعرض ظهرنا للالم. ثاني حاجه هو الوقوف بزاف بلا راحه. الناس اللي كيوقفوا عاوتاني بزاف كيكون عندهم ضغط كبير على العمود الفقري، وداك الشيء هو اللي كيخليه انه يبقى يضرب ظهره. ثالثا هي الوضعيه الخاطئه. كتهز شي صندوق غلط، كتنعس شي نعسه معذبه، ولا كتجلس شي جلسه ماشي تالي. ورابع حاجه هو الضعف ديال العضلات ديال البطن والظهر، وهادو هما اللي كيسببوا المشكل الحقيقي. هاد الاغلاط هذه كتبان بسيطه ولكن مع الوقت هي اللي كتسبب لك في الالم. دابا غنشوفوا شنو هما الحوايج اللي غادي نديروا باش نتجنبوا الالم. بالنسبه لبنادم اللي كيوقف بزاف على الاقل ما بين ساعه ونص حتى لساعتين خصو ياخذ واحد 5 دقائق يرتاح فيها. والعكس كذلك الناس اللي كيوقفوا واللي كيكونوا جالسين بزاف من ساعتين لساعتين يوقف يمشي يضرب غير دويره ويرجع. وهذا الشيء هذا هو اللي غادي يعاونو باش ان الظهر ما يبقاش يضرو. ويشرب الماء باش يرطب الفقرات ديال العظم. حاول ديما فاش تهز تبغي شي حاجه ثقيله دير وضعيه ديال انك تهز الحاجه بسلام. دابا اهم حاجه اللي غنركزوا عليها هما التمارين اللي غادي نخدموا باش يعاونونا في نتجنبوا الالم ديال الظهر. اول حاجه والوضعيه الاولى اللي معانا غتجلس على ركابيك ومد يدك القدام كيخفف من الضغط اسفل الظهر 30 ثانيه، وعاود الحركه 3 المرات. الموفمون الثاني طلع ظهرك الفوق ومن بعد هبطو كتحس بواحد المرونه وغيب شويه عليك. عاود هاد التكرارات هادو 12 مره. واهم حاجه هو انك كتنفس في الحراره. التمرين الاخر شد ركبتك لصدرك يخفف من الضغط الم اسفل الظهر، وحاول رجل برجل 20 ثانيه. طلع الحوض ديالك للفوق. هاد التمرين هذا بالاخص كيقوي العضله اللي كتحمي. حاول انك تخدمه بشويه باش انك تاخذ احسن استفاده منه. وبهاد التمارين هادو غادي تكون حميتي الظهر ديالك. ودير التمارين بشويه وتنفس مزيان وشرب الماء، وان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله.